الحاله دي هيتم اكمال البطوله؟ ابراهيم الاهلي مش هيهبط ولا درجه رابعه ولا يتخصم منه نقط. اصلا مش اول فريق ينسحب يعني. الاهلي ولا يتخصم منه نقط ولا هيهبط للدرجه الرابعه ولا حتى الدرجه الادنى. يعني مش هيبقى فيه كوره. احنا خلينا نتكلم لوجيك. اصل انت بتتكلم في ده، هو البراند الافريقي اللي مين النهارده ممثل؟ هو اتحاد الكوره استفاد 3 مليون دولار من الفيفا بايه؟ بسبب ايه؟ بسبب حضور النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. تهبطوا درجه رابعه؟ ما هو خلينا نتكلم لوجيك. انت هتاذي النادي الاهلي اللي بيمثلك افريقيا وبيمثلك عالميا في بطوله كاس العالم للانديه وقبلها في كونتيننتال. نسبه مش قليله من لاعبي المنتخب من النادي الاهلي بجانب ده. لا في حاجات كتير. حارسك الاساسي في المنتخب على الاقل من النادي الاهلي. قرار تطبيق اللوائح على النادي الاهلي فيه عقوبات كتير قوي هتضر الكره المصريه بشكل ايجابي وبشكل مباشر. وفي انديه قبل كده انسحبت وما تمش تطبيق عليها عقوبات زي كده. فاللوائح مش هتطبق، ودي هتبقى برضو مشكله كبيره بعيد عن ان انت اهلاوي او زملكاوي او ايا كان انتمائك. لكن انت ما تطبقش اللوائح على بعض الانديه فده غلط. بقى بيدي ظلم كبير لبعض الانديه اللي مش قادره تطالب بحقها. ما انت برضو ما طبقتش اللائحه على الاهلي، لان